لو فاضل 90 يوم أو أقل وحاسس إنك بتغرق والتوتر بدأ ياكلك واحدة واحدة وبتقول لنفسك خلاص كده ضاعت، طب استنى، اللي هقوله لك دلوقتي ممكن فعلا ينقذك. الفيديو ده مش تحفيز وخلاص، ده خطة طوارئ تمشي عليها خطوة خطوة عشان تلحق اللي فاضل وتدخل الامتحان وانت ثابت مش مكسور. المرحلة الأولى المايند سيت، من 0 إلى 0 أول حاجة ابطل تقارن نفسك بأي حد. كل واحد ليه ظروفه، ليه سرعته، ليه دماغه. انت داخل سباق لوحدك مش مع حد. اعمل زي الحصان، حاطط غمامات ومش شايف غير طريقك بس. وابعد عن الناس اللي طول الوقت بتشتكي، اللي بيقولك مش هتلحق، دول هيغرقوك معاهم وانت أصلاً بتحاول تنقذ نفسك. المرحلة التانية تنظيف دماغك، من 0 إلى 21. بص، دماغك دي زي الكوباية، لو مليتها سكرولينج، تيك توك، ريلز، أي هري، مش هيفضل فيها مكان لمعلومة واحدة. في الفترة دي لازم تضحي. امسح أي أبليكيشن بيسرق وقتك، اقفل على نفسك حرفياً. الناس اللي بتنجح مش عشان أذكى منك، بس عشان مركزة مش مشتتة زيك دلوقتي. المرحلة الثالثة نظام المذاكرة، من دقيقة و20 ثانية إلى دقيقتين. دلوقتي بقى نخش على المهم. عايز تذاكر صح في وقت قليل؟ امشي على ال4 خطوات دول. أول حاجة افهم كويس، مفيش حاجة اسمها هفهم بعدين، مفيش بعدين أصلاً. تاني حاجة اقرأ الترس في نفس اليوم، سيب المعلومة تنزل بهدوء في دماغك. تالت حاجة احفظ اللي لازم يتحفظ، عشان لما تيجي تكتب تعرف تطلع كلام مظبوط مش تأليف. أهم حاجة بقى الحل ثم الحل. الحل هو اللي بيكشفك، هو اللي يقولك انت فاهم ولا بتضحك على نفسك. ومتشتتش نفسك في 5 كتب، كتاب أو 2 اقفلهم صح، وهتلاقي نفسك لميت أغلب المنهج من غير ما تحس. الخاتمة، خليني أقولك الحقيقة، المذاكرة مش ممتعة ومتعبة ومرهقة، بس ده تمن الحاجة اللي انت عايزها. لو مش هتعرف تراجع القديم كله مفيش مشكلة، بس الجديد اقفله أول بأول بإتقان. ابدأ دلوقتي مش بكرة، وانت قدها، بس اشتغل صح. ما تنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي.